السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو غسلتك فوق اوتوماتيك ومش بتنضف يبقى فيديو النهارده ليكي. النهارده هنجرب نشوف الغسالة الفوق اوتوماتيك ازاي بتطلع الغسيل احسن من النص واحسن من الغسالة العادية، بناء على طلب اخت من اخواتي. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف فيديو النهارده هنعمله ازاي. نبدأ بسم الله. قدامك لوحة المفاتيح زي ما انت شايفاها كده بكل المفاتيح بتاعتها. اول مفتاح قدامك مكتوب عليه بالانجليزي اون. اون يعني بيوصل للجهاز الكهرباء فبيشتغل، والزرار التاني اللي انت شايفاه ده مكتوب عليه ستارت وتحت كده هولد. ستارت يعني تبدأي الدورة، وهولد يعني توقفي الدورة. يعني لو ضغطتي على الزرار من فوق هيشغل الدورة، ولو ضغطتي عليه من تحت هيوقفها. اول ما بتضغطي الزرارين دول كل المفاتيح دي بتنور. طبعا الفني بيجيلك بيقولك اضغطي الزرار ده والزرار ده بس واشتغلي على كده. بالطريقة دي مش هتاخدي غسيل نظيف. تعالي شوفي بقى، احنا هنبدأ اون اهو وكل الزراير دي نورت. عندي 3 مفاتيح بشتغل منهم اهم. الاولاني غسيل، التاني شطف، التالت دوران سريع. تمام. مفتاح الغسيل لما بضغط عليه المربع اللي فوق ده بينور بيديني لحد 27 دقيقة غسيل. طيب انا مش عايزة اغسل 27 دقيقة. تمام. الزرار التاني بيديني شطف. هنا مديني شطفتين، دي البرمجة اللي جاية عليها الغسالة. أنا ممكن عايزة أشطف مرة واحدة بس. الزرار التالت دوران سريع، متبرمج على 5 دقايق بس، لكن هو ممكن يشطف لحد، قصدي يجفف لحد 9 دقايق. وهنا مديني غسيل اعتيادي، لكن المربع ده كله فيه كام نوع غسيل: خفيف وتقيل واعتيادي، وكمان فيه دورة تنظيف الحوض اللي بتعمليها للغسالة كل شهر. هنا بقى في درجات الحرارة اللي هتغسلي عليها، في بالتدريج كده: بارد ودافي وسخن جدا. انت اللي بتحددي الدرجة اللي انت عايزة تغسلي عليها. هي متبرمجة على المية الدافية، انا هخليها على المية الدافية، لكن لو عايزاها باردة براحتك ولو عاوزاها سخنة براحتك برضو، انت اللي هتحددي. نرجع بقى للثلاث زراير اللي انت هتشتغلي منهم بقى: غسيل وشطف ودوران سريع. هنا هيغسل 27 دقيقة ويشطف مرتين وينشف 5 دقايق. لا انا مش عايزة اشتغل بالطريقة دي، هيغسل لي غسيل اعتيادي وعلى درجة حرارة دافية. تمام، هخلي درجة الحرارة والغسيل اعتيادي، لكن هغير وقت الغسيل وعدد مرات الشطف ووقت التجفيف علشان اخد غسيل نظيف واكون راضية عنه. انا هنا بكلمك نظري ودلوقتي هكلمك عملي عن كل اللي احنا هنعمله ده. تمام كده. هنبدأ بس كده الاول، الفيديو ممكن يطول بس عشان انتي تستفيدي. تمام كده. اول ما بضغط اون كل الزراير بتنور. الغسالة دي اول ما بتديها نظام التشغيل بتاعها، هي بتلف كام لفة كده، بتوزن الغسيل ومن هنا بتحدد كمية المية اللي هي عايزاها وبتبتدي تسحبها بعد ما تبدأ غسيل. تمام. عندك برضو تدرج المية اهو من 25 لتر لحد 100 لتر. هلغي انا كل ده وهشتغل بقى بطريقتي. شوفي لما ضغطت ستارت على البرمجة اللي هي جاية عليها، الحلة هتلف وتوزن الغسيل وتحدد كمية المية منين؟ من الزرار اللي هينور معاكي دلوقتي اهو، لانها فاضية ما فيهاش غسيل. حددت 25 لتر بس اقل حاجة. زي ما بقولك انا هنا بوريكي كلام نظري، دلوقتي هوريهولك عملي. وادي الغسالة فاضية. هنفصل ونشتغل عملي بقى. معايا دورة غسيل صغيرة فيها ابيض وفواتح، هغسلهم مع بعض عادي. اول نصيحة هقولها لك: تحطي قطع الغسيل بتاعتك قطعة بقطعة، تفرديها كده وانت بتحطيها في حلة الغسالة، لانك لو حطيتيها كوم كده على بعضه هيحصل تشابك والغسيل مش هينضف في عملية الغسيل ولا في عملية الشطف هيتشطف كويس. ولما تيجي تعملي تجفيف او دوران سريع هيحصل تشابك اكتر، وتقعدي بقى تفككي في الغسيل وتلاقيه زي ما حطيتيه في الغسالة زي ما طلع من الغسالة بالظبط. فمن البداية فككيه من بعضه كده وحطيه قطعة بقطعة. طبعا في عندي ابيض وفي ابيض في درجة اصفرار كده هتشوفيه في اخر الغسيل.
خلاص انا حطيت كمية الغسيل بتاعتي كلها في الغسالة. نظبط بقى دورة التشغيل زي ما اتفقنا. هضغط اون كده كل المفاتيح هتنور. هختار بقى اللي انا عايزاه. طبعا انا هشتغل على 3 زراير اللي هما غسيل وشطف ودوران سريع. ابدأ بالغسيل. هو بيغسل عندي لحد 27 دقيقة. انا مش عايزة المدة دي كلها، انا هاخد مدة قصيرة لان انا هنقع الغسيل ده. فهضغط 10 دقايق بس. كل ضغطة من المفتاح ده بتديك دقيقة. انا هضغط هنا 15 دقيقة بلاش 10. خلاص كده معايا. لا هضغط شطف ولا هضغط دوران سريع. وقدامك المفاتيح مطفية مش منورة، اللي منور الغسيل بس. وهنا على درجة حرارة دافية زي ما انا قلت لك، انا سبتها ثابتة. خلاص يبقى انا ضغطت غسيل بس. كل الاوردر اللي انا اديته للغسالة غسيل بس. وكام 15 دقيقة على درجة حرارة دافية بس، وغسيل اعتيادي اللي هي اصلا الغسالة جاية متبرمجة عليهم. هديها بقى اذن تشغيل اللي هو الزرار اللي انا قلتلك عليه بيوقف وبيشغل الغسالة. هتبتدي تلف زي ما انت شايفة. الحركة الترددية دي بتوزن كمية الغسيل. بناء عليها بتحدد كمية المية من المنطقة اللي انا شاورتلك عليها دي. معاكي من 25 لتر لحد 100 لتر. هي عايزة 60 لتر بس. هبتدي اقفل الغسالة. المفتاح ده هينور كده. ده هيقفل يصوجر الغسالة زي العربية بالظبط. لما بتسوجر استحالة تعرفي تفتحي الباب الا لما تضغطي هولد من تحت الزرار نفسه بس من تحت كده. هتسحب المية وتبدأ تشتغل. طبعا هنا ال 15 دقيقة بقوا 19 دقيقة لأن 15 غسيل و4 دقايق تسحب فيهم المية. خلاص كده كل الوقت اللي قدامي تلت ساعة. 19 دقيقة على درجة حرارة دافية غسيل اعتيادي و60 لتر مية. مفيش شطف مفيش دوران سريع. هسيب الغسالة تسحب المية بتاعتها. هتسمعيها دلوقتي وهي بتسحب المية. هي كده سحبت كمية المية بتاعتها. اعمل لها توقف. هضغط تحت على الزرار ده. المفتاح هيقفل. هفتح الباب بسهولة. هبتدي اضيف المسحوق اللي انا هشتغل بيه. هي هنا سحبت كمية المية بس برضو هتحتاج مية تاني تسحبها وهي شغالة. بس ده مش هيأثر على وقت الغسيل. ال 15 دقيقة دول هيفضلوا ثابتين زي ما هم. ده المسحوق اللي انا عملته معاكم في الفيديو. وهسيب لك الرابط بتاعه تحت. دي الكمية اللي فاضلة معايا. هاخد مكيال زي ما انت شايفة كده. لو الكمية كبيرة باخد مكيالين. خدت مكيال من المسحوق وهضيف كوباية من البرسيل الجل اللي انا بشتغل بيه للفواتح. وبرضه هسيب لك الرابط بتاعه تحت ولو انه يعني في القناة القديمة بس مش مشكلة. ولو حضرتك بقى من النوع اللي بيقلق من ريحة الزيت في الملابس، بالرغم ان احنا مصنعين صابون كويس جدا وعاملين مسحوق تحفة ملوش اي اثر خالص لريحة الزيت، وضايفين كمان برسيل جل ممتاز، هنضيف حوالي نص كيس من ابو 5 جنيه من اي مسحوق بودر بتشتغلي بيه. انا هنا بشتغل بباهي. لو عندك اوكسي حلو قوي اي مسحوق بقى مش هحدد لك حاجه. هديها بقى اذن تشغيل وهسيبها تكمل الدوره بتاعتها للاخر. ولما تفصل هرجع لك تاني ان شاء الله. كده الغسيل الدوره خلصت. لكن الغسيل والميه والاضافات بتاعتي كلها في الغساله زي ما هي. اقدر انقعها بقى ساعة ساعتين زي ما انا عايزة. انا في الغالب هسيبها ساعة. انتي هتسيبيها حسب حالة الغسيل بتاعك. وبعد كده هرجع اقولك هنعمل ايه. هبدأ دورة من اول وجديد. هشغل الغسالة واتفقنا من الزرار ده. المفاتيح كلها هتنور. عندي المية على الدافي. هظبط كمية المية على 60 لتر. وهشتغل من ال3 زراير دول اللي هم غسيل وشطف ودوران سريع. هجيب الغسيل واضغط عليه. انا اشتغلت في الاول ربع ساعة، هخليهم المرة دي 20 دقيقة تلت ساعة يعني. وبعدين هشطف. هشغل الشطف المرة دي بس دورة واحدة بس زي ما انت شايفة كده. مش هشغل دوران سريع. وهديها اذن تشغيل. خلاص الغسالة هتهز هزة. المفتاح هينور. الباب هيصوجر. الغسالة هتغسل تلت ساعة وتصرف المية بالمسحوق وتسحب مية جديدة نظيفة تشطف وتقف وهي فيها مية الشطف. وهرجع لك تاني دلوقتي. هنا في الدورة دي تقدري تضيفي بقى مسحوق وتغسلي دورة كمان لو انت عايزة، او تعملي زي ما انا هعمل بالظبط وهتاخدي نتيجة كويس. كيس بريكس وكيس اوكسي باي ريحة بتحبيها
هحطها على الغسيل ومية الشطف دي، وهشغل دورة غسيل جديد، هفضيهم كويس وارجع لك تاني. هديها اوردر تاني تغسل تلت ساعة زيادة، وبرضو تفضل بالمية والجل اللي انا ضفته والغسيل زي ما هي. وبرضو لو حابة تسيبيها ساعة او نص ساعة براحتك، وبعدين هنرجع نديها دورة غسيل كاملة، غسيل وشطف ودوران سريع، ونشوف الغسيل لما ننشره هيبقى شكله ازاي، وهنضيف ايه في مية الشطف. خلاص هي كده فصلت، الدورة خلصت كلها. تعالي بقى شوفي الجل اللي احنا حطيناه في الغسيل ادانا رغوة عاملة ازاي، برضو تعتبر محدودة. خلاص كده هسيبهم برضو انا بالنسبة لي ربع ساعة، وانت براحتك بقى لو حابة تكملي دورة كاملة. كده عدت ربع ساعة، هرجع بقى للغسالة واديها دورة كاملة، يعني غسيل وشطف ودوران سريع. شايفة الرغوة محدودة قد ايه؟ الناس اللي عندها غسالات اوتوماتيك كامل ما تقلقش خالص من الغسيل بالاضافات دي. هبتدي بقى زي ما اقولك كده اديها دورة كاملة. شغلت الباور، المية دافية، مش هينفع خالص تشطفي على مية دافية، هي لوحدها بتحول لمية باردة. شغلت غسيل 10 دقايق وشطف مرة واحدة بس، ودوران سريع 5 دقايق، وظبطت كمية المية. وطبعا عرفنا كل ده، ولو نسيتي اي حاجة هترجعي للفيديو من الاول تاني. تمام، الغسالة كده خلاص في مرحلة الشطف، سحبت المية بتاعت الشطف نضيفة زي الفل. هنا بقى هضيف المعطر، ومعاه سنة صغيرة بس من الزهرة، سنة بسيطة لان انا ما عنديش ابيض كتير في الدورة دي. هضيفه كده في المية، وبعدين بالمضرب بقى او بالمعلقة او حتى بايدك هتديله تقليبة صغيرة بس عشان ما يسيبلكيش علامات في الهدوم البيضة. وهقفل الغسالة واسيبها تكمل الدورة، يعني تعصر وتعمل دوران سريع تجفف يعني الغسيل. وبعد كده هاخد الغسيل بتاعي من الغسالة وهبتدي انشره على المنشر، وهوريهولك دلوقتي. واتمنى لو كان في اوبشن في الفيديو يخليك تشم معايا ريحة الغسيل زي الفل، ما فيهاش اي اثر لريحة الزيت حتى ولو من بعيد. شايفة الغسيل مجهود بسيط، يمكن خد مننا وقت شوية، لكن الغسيل والنتيجة ممتازة، كأنك غسلة في غسالة نص او غسالة عادية.